صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي أماني، أنا بنت من عيلة ميسورة، كنت متدلعة جدا لدرجة إني كنت بخاف من الجواز. بابا كان بيجيب لي كل اللي نفسي فيه، ما كانش بيحرمني من أي حاجة. كنت دايما أرفض العرسان اللي بيجولي بحجة إني مش هقدر أعيش مع حد غير بابا، وكنت بقول لهم بشكل صريح بابا مش مخليني محتاجة أي حاجة، إيه اللي يخليني أتجوز وأنا كل اللي نفسي فيه عندي. ماما كانت بتتضايق مني جدا ودايما كانت بتزعق معايا وتقول الجواز استقرار، وانا عايزه افرح بيكي واطمن عليكي. انتي دلوقتي عمرك 25 سنه وكل ما يتقدم لك عريس مناسب ترفضيه من غير اي سبب. انتي كده بتضيعي كل الفرص المناسبه من ايديكي. ابوكي مش هيعيش لك العمر وهيجي يوم وتفوقي، بس ساعتها هيكون فات الاوان. مش هيجيلك غير اللي منفصل، لا اما اللي مراته متوفيه اما اللي عنده بدل العيل 10. كالعادة ما اهتمتش بكلام ماما وخدتها على قد عقلها، وبعد كده دخلت اوضتي. في اليوم ده ماما قررت تتكلم مع بابا وقالت له كفاية دلع في بنتك، امنع عنها المصروف ومش كل ما تطلب حاجة تجيبها لها. بابا قال لها انت عارفة ان اماني اخر العنقود، وبصراحة من يوم ما اتولدت وانا ما بقدرش ارفض لها اي طلب، خصوصا ان هي شبه امي في كل حاجة، ده كفاية حنيتها عليا. ماما بتقوله هو انا بقولك تعمل ايه؟ انا كل اللي عايزاه منك انك تبطل دلع في البنت. بنتك بسبب اللي بتعمله معاها ما بقتش شايفة راجل غيرك، انت بالنسبة لها بقيت محور حياتها، ودي حاجة غلط. اماني موقفة حياتها بسببك. بابا قال لها بسببي انا؟ ماما قالت له ايوه للاسف، بنتك اخر عريس اتقدم لها قالتها لي بشكل صريح، ايه اللي يخليني اوافق على العريس ده وانا بابا مكفيني وبيجيب لي كل اللي نفسي فيه؟ انا مش بطلب منك المستحيل وعمري ما هقولك اقسى عليها، ولكن علشان خاطري خف دلع فيها شوية. احنا مش دايمين لها، واخواتها كلهم اتجوزوا وخلفوا ومفيش حد هيسأل فيها. وطبعا انت شايف بعينيك من يوم ما ولادك اتجوزوا واحنا بنخليهم يجوا يقعدوا معانا بالعافية. كل ما اتصل على حد فيهم يقول لي اصلي مش فاضي، اصلي تعبان، اصلي مشغول، اصل الشغل، ويتحجج 100 حجة علشان ما يجيش يشوفنا. تخيل بيعملوا كده وانا امهم وانت ابوهم، امال بقى اختهم هيعملوا معاها ايه؟ بابا اتأثر بكلام ماما جدا، ومن اليوم ده قرر انه يغير معاملته معايا. طبعا بابا كان حنين جدا عليا، ولكن بصراحة بطل يديني مصروف، وكمان ما بقاش يدلعني زي الاول، وما بقاش يقعد معايا كتير، وده خلى نفسيتي تتعب في الفترة اللي كان بعيد عني فيها. بابا لما لقاني زعلانة قعد معايا وابتدى انه يكلمني وهو متضايق، قال انا عارف يا اماني اني اول مرة ابعد عنك بالشكل ده، بس انا ابتديت الاحظ ان السكينة سرقاكي وكلام مامتك كله صح. قلت له وانا بعيط فين الصح في انها عايزه تجوزني يا بابا؟ انا مش عايزه اتجوز وشايفه اني لسه صغيره ومش مستعده على المسؤوليه دي. بابا ضحك وقال لي 25 سنه صغيره؟ انتي عارفه انا متجوز امك وهي عندها كام سنه؟ قلت له مش عايز اعرف يا بابا، وبعدين زماننا غير زمانكم. قال لي لا، زماننا مش غير زمانكم ولا حاجه. هو انتي مش واخده بالك ان اخواتك متجوزين في سن صغير برضو، وقرايبنا يا بنتي متجوزين برضو في سن صغير؟ ده اكبر واحدة اتجوزت في العيلة كان عمرها 19 سنة. يا بنتي احنا مش بنضغط عليكي، ولكن انا راجعت نفسي ولقيت فعلا ان كلام امك كله صح. انا مش هعيش لك العمر، انا عايزك تختاري صح، وان شاء الله يا بنتي انا هفضل طول عمري ادلعك، عمري ما هبطل اللي بعمله معاكي غير لما اموت. قلت له بعد الشر عليكي حبيبي. قال لي الموت علينا حق وعمره ما كان شر. فكري يا اماني في كلامي، ولو لقيتي اني انا صح في كلامي عريسك موجود. بابا بعد ما اتكلم معايا سابني وخرج، وانا قعدت كتير افكر في كلامه، وبصراحة لقيت ان عنده حق، واني فعلا عمالة اكبر والايام اللي بتروح ما بترجعش تاني. بعد شوية وقت طلعت وقلت لبابا انا هسمع كلامك، وكل اللي انت هتقولهولي انا هعمله، لاني عارفة انك بتحبني وعمرك ما هتتمنى لي غير الخير. بابا حضني وطبطب على ظهري وقال لي هي دي حبيبة قلب باباها، اخيرا هتفرحيني بيك يا اماني. ابتسمت وسكت. بتعدي الأيام وبابا بيبلغ العريس اللي متقدم لي موافقتنا. العريس بيكون ابن واحد صاحب بابا، ناس كويسين جدا وحياتهم المادية كويسة قوي زينا. العريس جه قعد معايا، اتكلمت معاه واتكلم معايا، وبصراحة عجبني طريقة تفكيره وطريقة كلامه، وهو كمان اعجب بيا من اول قعدة. بتمر الايام وبابا بيتفق مع عز واهله على كل التفاصيل، وطبعا مش بنطول في فترة الخطوبة لان بابا بيكون واثق في عز واهله جدا. انا وعز بنتخطب 3 شهور بالظبط لحد ما بنخلص الشقة وكمان بنفرشها. لما كل حاجة بتخلص عز واهله بيجوا يقعدوا مع بابا وبيتفقوا على ميعاد كتب الكتاب والفرح. بنحدد الميعاد المناسب وبنزل انا وعز نشتري البدلة والفستان وبنحجز القاعة.
في الفترة دي الوقت بيكون ضيق والأيام بتخلص على طول، يمكن علشان احنا كنا مضغوطين وكنا عايزين نعمل حاجات كتير قوي في وقت قصير. المهم يعني الأيام بتعدي على طول وبيجي يوم الفرح. أنا وعز بنقرر نعمل يوم واحد بس، يعني بدل ما نعمل يوم للدخلة ويوم لكتب الكتاب بنقرر نجمع اليومين مع بعض. اليوم بيبقى حلو قوي وخفيف، وكمان انا وعز ما بنعزمش ناس كتير، يعني انا بكتفي اني اعزم صحابي وهو نفس الكلام واهلي واهله. الفرح بيخلص وانا وعز بنروح شقتنا بعد طبعا ما بنودع اهالينا. اول ما بنوصل الشقة انا وعز بيقول لي جملة عمري ما نسيتها وعمري ما هنساها. قال لي ادخلي برجلك اليمين يا عروسة، من النهاردة انتي دخلتي قلبي، قفلت عليكي بالمفتاح ورميت المفتاح البحر. وعد مني قدام ربنا عمري ما هزعلك، عمري ما هاجي عليكي، عمر ما عيني هتبص لغيرك، عمر ما قلبي هيدق لغيرك، عمر ما شفايفي هتنطق كلمة حلوة لغيرك. ابتسمت وقلت له ايه كل ده؟ اكيد يعني كل اللي انت بتقوله ده كلام. قال لي وعد مني قدام ربنا اني عمري في حياتي ما هغير كلامي ابدا، انتي دايما هتفضلي الاولى والاخيرة، ولو حصل مني اي حاجة غير الكلام ده صدقيني انا هسيبك تعملي كل اللي انتي عايزاه ومش هعترض على اي حاجة تعمليها. ابتسمت وحسيت بفرحة شديدة من جوايا، لأن عز كان كلامه طالع من القلب، وعلشان كان بيتكلم بجد الكلام لمسني من جوايا. بعد كلام وحب وأشعار طويلة بدخل أنا وعز نغير هدومنا، بنبدأ حياتنا بالصلاة وبعد كده بنتعشى، وبعد شوية وقت حياتنا بتبتدي مع بعض كزوجين. بتعدي الأيام وأنا وعز عايشين مع بعض أسعد وأجمل أيام حياتنا. عز من النوع اللي بيعشق السفر، كان كل يوم والتاني ياخدني ونسافر، نقعد يومين تلاتة وبعد كده نرجع علشان يشوف شغله، وبعد ما يخلص اللي وراه ياخد اجازة وياخدني ونسافر تاني. حياتي كانت مثالية بشكل ما يتوصفش لحد ما ربنا رزقني بالحمل. انا وعز كنا متفقين اننا نأجل الحمل شوية لحد ما نتعود على بعض ونشوف حياتنا هتكون ايه، يعني مثلا هنتوافق مع بعض او لا. ولكن ربنا هدانا بأحلى وأجمل هدية. طبعا عز لما عرف بخبر حملي فرح وقال لي ان احنا كنا ناويين نأجل ولكن ده رزق من ربنا، والحمد لله ان ربنا عوضنا ورضانا واننا مفيش عندنا اي مشكلة تمنع الخلفة. طول فترة الحمل انا بكون تعبانة تعب شديد وبكون مستغربة جدا لاني لسه في الاول، ولكن لما بروح اكشف بعرف ليه الحمل تقيل عليا، وده لاني يا بنات بطلع حامل في توأم، والدكتورة في الاول ما بتاخدش بالها من الكيس التاني، ولكن لما بدخل في نص الشهر التاني الكيس التاني بيبتدي يظهر والدكتورة بتشوفه بوضوح وكمان بتسمعني النبض. طبعا في الفترة دي انا بكون تعبانة جدا لدرجة اني ما بقدرش اقف على رجلي، وعز بصراحة بيشيلني وبيكون سند وظهر ليا في الفترة دي، بيدعمني نفسيا، بيقف جنبي، وكمان ما بيخلينيش اعمل اي حاجة، بيجيب لي بدل البنت 3 علشان يساعدوني في شغل البيت ويطبخولي ويشوفوا طلباتي. في الفترة دي عز كبر في نظري قوي، وانا كنت ملاحظة انه شايل فوق طاقته وكان بيحاول ما يبين ليش انه تعبان او مضغوط علشان بس ما يضغطنيش. بتعدي الايام وانا بولد وبجيب بنتين زي القمر، الاتنين نسخة من بعض، بيبقوا توأم متطابق ما تعرفوش تفرقوهم من بعض ما شاء الله عليهم. عز بيفرح بيهم قوي وبيعمل لهم صباع كبير وكمان عقيقة وبيشتري لهم دهب. حياتنا بتكون مثالية وانا بكون فرحانة، ولكن بعد فترة من ولادتي بتبتدي معاناتي. تربية التوأم اصعب من حملهم بكتير، خصوصا ان البنتين زنانين قوي ما بيبطلوش عياط، كان عندهم مغص شديد ملهوش علاج، مهما ادلهم علاج ما كانوش بيخفوا، وطبعا عياطهم المستمر كان بيخلي عز يتعب وما يعرفش ينام، وطبعا عز بقى بيطبق باليومين والتلاتة لدرجة انه بقى يجيله صداع شديد، وانا في الوقت ده ما بقتش عارف اتصرف ازاي، انا كمان مش بنام وعندي صداع وتعبانه لدرجه اني من كتر الضغط بقيت اعيط. عز لما لقى الوضع بيسوء اكتر والعيال ما بيبطلوش عياط قرر انه يروح يبات عند مامته يومين 3، وانا بصراحه ما زعلتش وقلت له روح يا حبيبي وخلي بالك من نفسك، لان الفتره اللي فاتت كان شايل معايا كتير. الايام بتعدي وعز بيفضل فتره طويله بيقعد عندي شويه وعند مامته شويه، وانا طبعا ببتدي اتضايق لان ولادي في الوقت ده بيكون عمرهم 6 شهور وابتدوا ان هم يتأقلموا ويلعبوا وكمان بطلوا عياط. قلت له خليك يا عز معانا وبلاش تروح لمامتك. قال لي طيب انا لو بت معاكي هبات فين؟ قلت له يا حبيبي اوضه الاطفال موجوده، ده لو انت مش عايز تنام معانا في اوضه النوم، مع ان ولادك ليهم سرير خاص بيهم يعني مش هيضايقوك في حاجه. قال لي لا طبعا هما مش بيضايقوني، ده انا بحبهم بحب اقعد معاهم، بس انا مش عايز اضايقك. بصيت له باستغراب وقلت له ايه الكلام العبيط ده يا عز؟ تضايقني ايه يا حبيبي؟ هو من امتى واحنا في بينا الكلام ده؟ عز بيبتدي يتوه في الكلام ويهرب مني وانا ببتدي اشك فيه وفي تصرفاته. الايام بتعدي وعز كل يوم والتاني بيبعد عني اكتر،
الشك بيبتدي يتملك مني لدرجة اني بفضل ابحث على جوجل واقول ازاي اعرف ان جوزي بيخوني. في الفترة دي يا جماعة انا نفسيتي بتتعب لاني من البنات الحساسة قوي، ولان بابايا كان مدلعني فانا بحب جوزي يكون حنين عليا ودايما معايا ويطبطب عليا، وعز كان معودني على كده. يعني مثلا انا ممكن اصحى من النوم احس اني عايزة احضنه. ممكن تقولوا عليا عبيطة او مجنونة، ولكن يا جماعة والله انا كده من الاخر كده، انا عندي مشاعر كتير قوي مكبوتة. المهم يعني عز ابتدى يبعد عني خالص ولا حتى بقى يفكر يقرب لي، وطبعا دي اكتر حاجة خلتني اتأكد من شكوكي، لان في حاجات كده الراجل لما بيعملها الست بتتأكد من خيانته، لان مفيش راجل طبيعي يقدر يبعد عن مراته فترات طويلة. وانا عز كان معايا طبيعي جدا وما عندوش اي مشكلة تمنعه انه يقرب لي اصلا. فلما بعد عني فترة انا ابتديت احس من جوايا بالنقص، ثقتي قلت بنفسي وابتديت ان انا اعيط ليل ونهار. وامي لاحظت تعبي وضعفي في الفترة دي وقالت لي مالك فيكي ايه. حكت لها وقلت لها على كل حاجة حاصلة معايا في الفترة دي. ماما قالت لي صلي على النبي، ده الشيطان بس بيلعب في دماغك علشان تخربي بيتك. امي هدتني بالكلام، ولكن كلامها بصراحة ما دخلش دماغي قوي، وقررت اني احكي لواحدة من صحابي. لما حكيت لأميرة صاحبتي قالت لي والله العظيم عز جوزك بيتكلم مع بنات لا اما في حياته واحدة. قلت لها طيب انت ليه واثقه كده؟ قالت لي كل الكلام ده وبتقولي لي انت ليه واثقه كده؟ يا بنت انا ما اتطلقتش من شويه، انا مسكت جوزي بيخوني اكتر من مره، سامحته مره واتنين وعشرة، وطبعا كنت بسامح علشان بحبه، ولكن لما جبت اخري ولقيت ان مهما حاولت اعمل واصلح منه ديل الكلب بيفضل معوج وما بيتعدلش، قررت ان انا انفد بجلدي. اصل يا بنتي لقيت ان الزعل والهم اللي الواحد عمال يشيله مش هيجيب حاجة غير المرض، ولو تعبت او جرالي حاجة هو مش هينفعني، هيروح يتجوز عليا ويعيش حياته وانا بقى اللي اعيش مجلوطة. قلت لها انت هتخوفيني ليه يا اميرة؟ اعمل ايه يا بنتي؟ انا عندي منه بنتين وبصراحة بحبه قوي وما اقدرش اسيبه. قالت لي انا مش بقولك سيبيه، شوفي جوزك في حياته مين وحاولي تطلعيها من غير ما يعرف اي حاجة. قلت لها طيب فهميني بالراحة. قالت لي بصي يا بنتي، اول ما يجي من الشغل اعملي له اكل حلو، خليه ياكل ويشبع ويشرب العصير ويخش ينام. بعد ما تتأكدي انه راح في النوم امسكي التليفون بتاعه وفتشي فيه وشوفي بقى جوزك مسجل ارقام مين وبيتكلم مع مين. قلت لها طيب ولو لقيت حاجة؟ قالت لي ترجعي تكلميني تاني وساعتها نخطط ونتكتك مع بعض، بس اوعي وشك يتقلب او تعرفي جوزك انك عرفتي اي حاجة. قلت لها ليه؟ قالت لي يا عبيطة الرجالة بجحة، لو عرفتيه انك عرفتي هيقولك اخبطي راسك في الحيط، وانا راجل ومفيش حاجة تعبني والشرع محلل 4. هي دي يا حبيبتي سنة الحياة، وهو ده الكلام اللي الرجالة بتقوله. وعلى فكرة انا مش بقولك حاجة من دماغي، الكلام ده اتقالي من سنتين، وانا ساعتها قررت اني انسحب واحافظ على كرامتي. قلت لها انا هعمل اللي انتي قلتيلي عليه، ربنا يستر بقى وملاقيش حاجة لاني قلبي اصلا وجعني. قالت لي انا عايزاكي تكوني قوية علشان للأسف 5 من كل 10 رجالة خاينين. قلت لها حرام عليكي كفاية وجعتيلي بطني، سيبيني بقى اقوم اجهز الاكل علشان هنفذ النهاردة. قالت لي خلاص ماشي ربنا معاكي. قفلت معاها وقمت ابتديت اني اجهز الغدا. بعد شوية وقت بخلص كل حاجة وبدخل اخد دش وبجهز علشان استقبل جوزي. بعد شوية وقت عز بيرجع البيت متأخر زي كل يوم، بحضر الاكل وبنقعد ناكل مع بعض وبفضل اتكلم معاه، وطبعا من ضمن كلامي بيكون شوية عتاب، ولكن عز بياكل وبيعمل نفسه مش مهتم، وطول ما احنا بناكل ماسك التليفون معرفش كان بيعمل فيه ايه. وطبعا اللي زاد شكوكي فيه الفترة الأخيرة إنه نايم ماسك التليفون، قاعد ماسك التليفون، حتى لما بيدخل الحمام أعزكم الله بياخد برضو التليفون معاه. المهم أنا فضلت قاعدة مستنية لحد ما عز تعب خالص وحط التليفون جنبه على الشاحن ونام. لما اتأكدت إنه راح في النوم مسكت تليفونه وخرجت بره علشان اخد راحتي. طبعا حاولت كتير اني افتح التليفون والحمد لله جت معايا بالحظ. طبعا انا من يوم ما اتجوزت عمري ما مسكت تليفون عز، دايما كنت واثقه فيه وهو كمان واثق فيا وعمره ما مسك تليفوني. المهم يعني انا مسكت التليفون واول ما اتفتح معايا ابتديت اني افتش فيه، واتصدمت لما لقيت ان عز في بينه وبين سلفتي كلام. سلفتي دي مش بتحبني ولا انا بحبها، ومن اول ما اتجوزت وكل شويه كان بيحصل ما بيننا مشاكل لحد ما قطعت معاها ومبقتش اتكلم معاها خالص. فتحت الشات بالصدفه علشان اعرف الكلام ما بينهم عباره عن ايه، ولان عز كان مديني الامان وانا عمري ما مسكت تليفونه زي ما قلت لكم،
هو كان سايب كل الشتات ومش ماسح أي حاجة. المهم يا جماعة أنا جبت الشات من أوله وفضلت أقرأ فيه، وطبعا كان قلبي عمال يدق لدرجة إنه كان هيخرج من صدري. الكلام ما بينهم كان بأدب واحترام، ولكن سلفتي الحرباية كانت بتلعب على عقل جوزي، وللأسف جوزي وقع في الفخ. الأستاذة عرفته على بنت عمها المطلقة بحجة إنها محتاجاه في شغل، وطبعا جوزي قابل بنت عمها أكتر من مرة، تحديدا في فترة حملي والفترة اللي أنا كنت لسه والدة فيها. سلفتي الحرباية استغلت إني مشغولة بعيالي وإني مضغوطة نفسيا الفترة دي، وخلت بنت عمها تسرق جوزي مني. لأن أنا ست فأنا كنت فاهمة كويس قوي إن اللي هي بتعمله درساه، وكانت عاملة حسابها على كل حاجة من الأول. لأنها بعد ما عرفت جوزي على بنت عمها ابتدت تعمل نفسها غلبانة وطيبة وبتتكلم بعفوية، بمعنى إنها كانت بتقوله حنان بتقول عليك إنك طيب قوي، حنان بتقول إنك جميل، حنان بتقول لحد ما خلت جوزي حط حنان في دماغه وابتدى إنه يتكلم معاها وخرج معاها أكتر من مرة. لما عرفت كل حاجة من المحادثات ما بين جوزي وما بين سلفتي ابتديت إن أنا أدور على الشات اللي بين جوزي وبين حنان، وبعد شوية تدوير ما خدش مني كتير لقيت جوزي حاطط محادثة حنان في الأرشيف. أول ما دخلت عليها اكتشفت كوارث. الأستاذ كان متفق معاها إنه هيتجوزها، وفي بينهم كلام وأشعار وحاجات ما تتحكيش. طبعا أنا عملت سكرينات وبعت لنفسي، وبعد كده مسحت كل السكرينات اللي أنا عملتها، قفلت التليفون ورجعت كل حاجة مكانها. وبعد كده كلمت صاحبتي أميرة، حكت لها على كل اللي أنا شفته وبعت لها الشتات. أميرة قالت لي انت دلوقتي قدامك اختيارين اتنين مفيش فيهم تالت، الأول انك تعملي نفسك عبيطة وتحاولي تكسبي جوزك وترجعيه بيتك تاني، والتاني انك تواجهي وتنفصلي. قلت لها طبعا الاختيار التاني، بس انا عايزة انتقم. قالت لي ولا انتقام ولا حاجة، جوزك زي اغلب الرجالة عينيه ما يملهاش غير التراب. قلت لها بس انا مش عايزة انتقم من جوزي، جوزي انتقامي منه هيكون بالطلاق وحرمان من بناته. أميرة قالت لي امال عايزة تنتقمي من مين؟ قلت لها من سلفتي. قالت لي طيب عايزة تعملي ايه بالظبط؟ قلت لها زي ما خدت جوزي مني انا كمان هاخد جوزها منها. قالت لي ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ قلت لها والله العظيم ما هغير كلامي، هو انت مش ناوية تتجوزي ولا ايه؟ قالت لي انت مالك بيا، هو انت قصدك ايه بالظبط؟ قلت لها من الاخر كده اخو جوزي شاب محترم جدا وعريس لقطة، وانا هعرفكوا على بعض زي ما عملت مع جوزي انا هعمل، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. أميرة في الأول رفضت كتير، ولكن أنا فضلت أضغط عليها، وبحكم صداقتنا اللي بقالها سنين أميرة سمعت كلامي أخيرا بعد وقت طويل، وأنا ابتديت أنفذ خطتي بكيد. بتعدي الأيام وأنا بعرف أحمد على أميرة، بيخرجوا مع بعض أكتر من مرة وبيتكلموا مع بعض كتير لحد ما علاقتهم ببعض بتتطور. وأحمد بيحب أميرة جدا وبيقول لها إنه عايز يتجوزها، وأميرة بتوافق لأن هي كمان بتعجب بيه. طبعا انا واميره ما كناش متفقين على جواز، ولكن مادام قلبهم هما الاتنين دق لبعض مفيش مشكله. انا مش هحكي تفاصيل كتير عن علاقه احمد باميره وعن اللي حصل معاهم، لان لو حكيت القصه كده هتطول قوي. ولكن الخلاصه احمد عشق اميره وواجه سلفتي وقال لها انه بيحب وعايز يتجوز. طبعا سلفتي انهارت وعيطت وحصل ساعتها حوارات كتير قوي. وطبعا انا مش محتاجه اقول لكم اني لبست احمر في احمر ورحت علشان اكيد في سلفتي، وقلت لها واحده بواحده زي ما عملتي مع جوزي عملت مع جوزك، وعرفتها ان انا اللي عرفت اميره على احمد. وبعد ما كل حاجه اتكشفت طلبت الطلاق من جوزي. عز رفض يطلق، انا هددته بالخلع وقلت له انا مش عايزه منك اي حاجه، لو ما طلقتنيش هفضحك قدام الناس كلها. وطلعت السكرينات ووريته ان انا عارفه كل حاجه بقالي فتره طويله، وإن أنا اللي خليت أحمد يتعرف على أميرة، وحكيت له على كل حاجة بالتفاصيل. وطبعا عز اتصدم وقال أنا ما كنتش أعرف إنك كده. قلت له ربنا يكفيك شر الست لما تحب وتتجرح، أنا هين عليا ولع فيك دلوقتي، بس خسارة فيك شوية البنزين اللي هيتحطوا عليك علشان تولع، انت خسارة فيك العمى يا عز، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا يشربك من نفس الكاس اللي شربتهولي. وطبعا في الفترة دي انا حكيت لأهلي على كل حاجة حصلت، واهلي وقفوا معايا وقالوا لي اللي انت عايزاه احنا هنعملهولك. ومع مرور الايام بيتم الانفصال بيني وبين احمد من غير اي مشاكل ولا شوشرة. وعلشان نفسية بناتي انا برجع في كلامي وبخلي عز يشوف العيال مرة كل اسبوع. وحاليا يا جماعة انا شغالة وحياتي مستقرة جدا، وعمري ما حسيت بالندم على اي حاجة عملتها، لاني ماشيه بمبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. عاوزاكم تقولوا رايكم في حكايتي، لان اكيد رايكم يهمني، وهل لو كنتوا مكاني كنتوا هتتصرفوا زيي ولا لا، وهل اللي انا عملته ده صح ولا لا.
هو بس كده، صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا أحلى وأجمل فراولات.